وزي ما عودناكم تغطيه حصريه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر، والنهارده هنا في سهره رمضانيه ممتعه واجواء مميزه في افتتاح الدوره الكره النسائيه، ومعانا بقى نجوم مختلفين عن العاده وهم اولياء امور فريق سامبا. نتعرف بحضرتك. مدام نرمين. والده اللاعب. نور. نتعرف بحضرتك. مدام امنيه. والده اللاعبه. لمار وفريده. النهارده يمكن احنا بقى اجواء وسهرات رمضانيه ممتعه، نهني الشعب المصري اول نقول له ايه؟ كل عام وانتم بخير وياكم معانا. لو شايفه دوري ابطال مصر احتكاك كويس البنات بيقدروا يستفادوا من خلاله؟ بصراحه كتير. البنات نفسهم عندهم حماس وشجاعه. الموضوع معاهم لا محمسهم على يعني كذا بطوله اكتر من كده، هيستفيدوا اكتر. هم نفسهم متمسكين بالموضوع قوي اكتر من يعني احنا حبيناه من فرحتهم هم صراحه. شايفه النهارده كاحساسك بقى كوليه امر وبنتك بتلعب في الملعب، بتبقى عايزه توجهها تقول لها ايه؟ اقول لها خليكي بطله كبيره، لان الرياضه هي مهمه جدا مع التعليم في حياتك كبنت، كحياتك بعد كده كأم. مبسوطه جدا بيها وحاسه ان فعلا كأني ليا بطله بتلعب وانا بشوفها. النهارده لو عايزين بقى نوجه رساله شكر للجهاز الفني للاعبين لاولياء الامور اللي بيجوا يساندوا خلال كل مباراه، تقول لهم ايه؟ لا بص بصراحه كل الجهاز الفني شكرا قوي 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 على ادائهم واهتمامهم بالبنات، وواخدين بالهم بصراحه في حاجات كتير قوي اكتر مننا. حاجات كتير هم بيقولوها احنا ما بنقولهاش بنشوفها فيهم. اهتمام بالبنات في التمرين وبره التمرين. للكل بصراحه جزيل الشكر. وكل ولي امر زينا كده بصراحه بيجي يعني احنا بنتبسط بالمباراه اكتر ما احنا بنبقى مبسوطين في خروجه او بتاع. لا قاعدين معاهم متحمسين فرحانين، شايفين اهتمام من الكابتن، شايفين فرحه البنات. لا ربنا يكرمكم جميعا بصراحه بجد، وبالتوفيق على كل مجهودكم الكبير ده صراحه. لو النهارده بقى نوجه رساله شكر للجهاز الفني للاعبين لاولياء الامور اللي بيجوا يساندوا خلال كل مباراه، نقول لهم ايه؟ بقول لهم الف شكر لكل حاجه كويسه بتعملوها، لان انتوا الحافز الاول والاخير ليهم اكتر مننا كأم او اب. لا انتوا الحافز الاكبر، لان هم بيسمعوا كلامكم انتوا اكتر. وبجد ربنا يبارك فيكم كلكم، لان كلكم فيكم حته ان انتوا فعلا حاسين انتوا طالعين بفريق كبير. يعني انتوا عايزين الدنيا تبقى كويسه معاهم جدا، بتحفزوهم لحاجات حلوه. وشكرا ليكم كلكم لان كل حاجه متنظمه بطريقه كويسه جدا. سعيد بلقائي معاكم، وانتظرونا وتغطيه خاصه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر. بالتوفيق.